ميت فل على الكل، على اللي بيسمعونا واللي مش بيسمعونا، على اللي معانا واللي ضدنا، أو حتى ناويين يكونوا ضدنا. أيوة يا ابني أنا أعرفها. إيه ده؟ بجد تعرفها؟ أول مرة أعرف إنك تعرفها. أيوة يا ابني ومن زمان كمان. إيه ده؟ الدنيا صغيرة فعلا. أيوة وحتى بالأمارة دي ملعب وشمال. إيه؟ ملعب وشمال؟ ليه بتقول كده؟ حرام عليك يا ابني، أنا عمري ما خدت بالي إن هي كده. عمرها ما حاولت مثلا تشربني حاجة أصفرة، تلغيني. ليه بتقول كده؟ إيه دليلك على كده؟ أيوة يا عم دي بتشرب سجاير وبتاع. ده كان حوار بيني وبين واحد أعرفه، وكأن قنبلة بوم نزلت عليا أول ما قال إنها ملعب وشمال عشان بتشرب سجاير. إيه العلاقة يا جماعة بين شرب السجاير وملعب وشمال؟ وخلي بالكم من حاجة، الست المصرية الشعبية الأصيلة إياها في أي منطقة شعبية لو قاعدة بتشرب سجاير استحالة كان ممكن يقول عليها كده، ولا حتى كان هيبص لها أو يستغرب من منظرها، ولا هتلفت انتباهه. أما البنت أو الست العادية اللي مش شعبية لا طبعا تبقى ملعب وشمال. إيه ده؟ حاجة محيرة جدا. وكمان في بعض الناس يا جماعة بتقبل إن البنت أو الست ممكن إنها تشيش في خروجة مثلا ولكن ما تكونش بتشرب سجاير. يا سلام، إيه الهبل ده؟ الشيشة أصلا أضر وأسوأ من السجاير بكتير، وكمان شكلها أسوأ بكتير من وجهة نظري للبنت وللولد. انتوا عارفين يا جماعة 17% من المصريين بيشربوا سجاير و35% بيشربوا شيشة، يعني أكتر من الضعف، رغم إن الشيشة أسوأ بكتير. وفي آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن الشيشة الواحدة لمدة 20 دقيقة بتساوي 100 سيجارة، يعني 5 علب. ايه السبب يا جماعة ان المجتمع بينظر للبنت اللي بتشرب سجاير انها مش كويسة؟ هل السبب ان احنا بقينا مجتمع ذكوري في كل شيء بيقبل ويحلل كل حاجة للراجل ويمنعها عن المرأة برغم انها تكون حاجة غلط ومضرة للاتنين؟ ايه ده؟ معقولة؟ ولا السبب هي برضو الافكار المريضة اللي نشرها اصحاب العقول الفستك فستك عن المرأة وانها بس اتخلقت عشان الخلفة والطبيخ والغسيل؟ مرة سألت واحد قال لي عشان السيجارة بتقلل من وقار وهيبة البنت. طب هو الراجل ملوش وقار وهيبة؟ السجاير مش مكتوب عليها للرجال فقط، لا، مكتوب عليها انها مضرة وعليها صور غريبة وبشعة. مش فاهم مين اللي حطها. المفروض يحطوا صورة واحد شكله صحي ويقولوا لي لو بطلت سجاير هتبقى زي ده فيشجعوني، مش الصور الغريبة اللي بيحطوها ناس ما بتفهمش في التنمية البشرية ولا أي حاجة. على العموم ما علينا. سألته عن موضوع الست المصرية الشعبية، قال لي لا عادي، شكلها عادي. الله، يبقى المشكلة مش في السيجارة، المشكلة في العين نفسها اتغيرت وبقت بتشوف بعين ذكورية وبقينا مجتمع ذكوري. عادي الراجل يشرب سجاير ويضر صحته، لكن الست لا، تبقى ملعب وشمال أو مش كويسة. ايه رأيكم يا جماعة؟ ليه بقينا كده؟ وازاي وايه الحل اللي يخلي المجتمع يشوف الغلط غلط على الجميع؟ الحل، قبل ما نتكلم عن الحل عايز أقول حاجة. أنا مش بقول البنات المفروض تشرب سجاير، لا، أنا كل اللي بقوله إن السجاير غلط ومضرة للبنت والولد، ولازم كلنا نبطل سجاير والشيشة كمان. واللي عايز أقوله إن إحنا كمجتمع المفروض نشوف الغلط غلط للست والراجل. وكمان في ناس هتقول إيه موضوع السجاير ده؟ المجتمع فيه قضايا ومشاكل أكبر وأهم وأعمق بكتير من موضوع نظرة المجتمع للبنت اللي بتشرب سجاير. يا جماعة أنا واخد الموضوع ده كمثال ومدخل افتح بيه باب وادخل منه لقضيه ومشكله اكبر واعمق بكتير، وهي ان احنا بقينا مجتمع ذكوري في كل شيء، وبنسمح بحاجات للولد ونمنعها عن البنت رغم انها غلط للاتنين. احنا وصلنا لمرحله ان الولد عادي يقعد يحكي عن علاقاته الجنسيه وتتقبل منه عادي ويتقال عليه كمان راجل، وساعات بيكون مثل اعلى وقدوه للبعض انهم يكونوا زيه. ايه ده؟ معقوله؟ كده بجد ما ينفعش. طب ايه الحل؟ اكتبوا يا جماعة كومنتس برأيكم والحل في مجتمع أصبح بيفكر بالشكل ده. أنا من وجهة نظري الحل هو إننا نعرف إن المجتمع عبارة عن رجل ومرأة بيكملوا بعض. من غير المرأة مفيش مجتمع، ومن غير الرجل مفيش مجتمع. ونعرف إن الغلط غلط على الجميع والصح صح وحق للجميع، والمساواة في الحقوق والواجبات، وكل شيء معروف وواضح
لو رجعنا لأصله وبطلنا نحرف في أصول الأشياء. يعني من الآخر كده الحل إننا نبطل نبقى مجتمع ذكوري ونقتنع إن المعادلة هي المجتمع يساوي رجل زائد مرأة أو مرأة زائد رجل، وده عشان المجتمع يتقدم لقدام ومصر ترجع زي زمان. محمد سعيد. do 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 do